خلي بالك الصعود اللي بيحصل في اسعار البترول العالميه والمتمثل في مزيج خام برنت كان بيتجهز له اصلا من شهر ديسمبر 2024، وده واضح على الشارت الاسبوعي لما اخترق المستوى 75 دولار و41 سنت مع اغلاق اسبوعي. ومن هنا خام برنت اكد على الصعود على المدى المتوسط، والتصحيح اللي حصل بعد كده كان شراء وزياده مراكز لحد ما جت حرب امريكا مع ايران وبدات عمليه الصعود. ومن هنا بيثبت مبدا ان السمارت ماني دايما سابق بخطوه. وحاليا خام برنت وصل لفوق المستوى 70 ار اس اي مع بداية ظهور علامات التشبع الشرائي اللي باللون الاخضر الغامق. وحاليا اما هيصحح الفترة اللي جاية او هتكون بداية دورة سعرية جديدة. وعامل لك مقارنة بسيطة ما بين الشارت بتاع خام برنت والشارت بتاع سهم فالمور القبضة المصرية الكويتية بالجنيه على الشارت الأسبوعي. هتلاقي السلوك السعري ماشي بنفس السلوك السعري هو، والسهم لسه إن شاء الله قدامه فرصة صعود لحد المستوى 36 جنيه إن شاء الله.